فالعمل بالسبب هذا من الشرع، وترك الأسباب قدح في الشريعة، لأن الشريعة جاءت بالعمل بالسبب، أن تعمل بالسبب لا أن تعتمد على السبب. لأن بعض الناس ربما يعتمد على وظيفة فيظن أن الوظيفة هي التي تأتي بالرزق، هذا اعتقاد باطل. وإنما يجب عليك أن يكون في نفسك أن هذه من الأسباب، تخرج وتسترزق، هذا كله أسباب، هذا كله أسباب. الله عز وجل يقول لمريم: وهزي إليك بجذع النخلة، هزي إليك بجذع النخلة. الله عز وجل على كل شيء قدير، الله قادر على أن ينزل الرطب من غير الهز، لكن قال أهل العلم هذا فيه إشارة إلى العمل بالسبب. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الدرع من حديد ومحمي من الله تبارك وتعالى، لكن هذا لا ينافي التوكل، وأن الإنسان يعمل بالأسباب الشرعية، يلبس الدرع ويجعل له مترس في الحرب ويجعل له، هذه كلها أسباب، هذه كلها أسباب. وهكذا إذا سافر يأخذ له زاد، يأخذ له طعام وما يحتاج بالسفر. لا تذهب هكذا وتقول أنا متوكل، لا، أنت متواكل كما قال أهل العلم، أنت متواكل كما جاء في الحديث أو الأثر عن عبد الله بن عباس عندما رأى أناسا قد خرجوا بلا زاد، وإذا ذهبوا هناك سألوا الناس، سافروا الحج من غير زاد، وإذا ذهبوا وخرجوا سألوا الناس، فأنكر عليهم عبد الله بن عباس فقالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتواكلون، بل أنتم المتواكلون. إنسان يعمل بالسبب، يعمل بالسبب الشرعي ولا يعتمد عليه، خلاص يقول هذا السبب هو الذي يأتي بالرزق وهو الذي، وإنما هو سبب من الأسباب، سبب من الأسباب، كما حثت الشريعة على ذلك. الإنسان يعمل بالسبب. قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان، فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة تحته، وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة، وجبت له الجنة. قال وعن الصائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد ظاهر بينهما، كل واحد فوق الآخر. قال باب ما جاء في صفة مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مغفر أو المغفر هو ما يوضع على الرأس، أيضا يقي من الضربات، وهذا فيه أيضا إشارة إلى العمل بالسبب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس المغفر، وكان يلبس الدرع من حديد يتجهز للحرب، وهذا لا ينافي التوكل.